السلام عليكم. النهارده هنعمل كب كيك وهنعملها بطريقه سهله، هتكون هشه معانا وهنقول الافكار لتزيينها. وعملت قبل كده تورته بابا نويل، هسيب لكم طريقه تحضيرها في اخر الفيديو. يلا نسمي بسم الله. معايا بيضتين بدرجه حراره المطبخ، يعني اطلعها من قبليها ب3 ساعات من التلاجة. كيس فانيليا، معلقه خل كبيره، رشه ملح صغيره، وهخفقهم مع بعض كويس قوي. ممكن استعمل المضرب الكهربائي او استعمل الخلاط. هضيف عليهم كوبايه سكر، اي نوع سكر موجود عندي، وهخفق كويس قوي لحد ما القوام بتاعي يتقل ويبقى كريمي كده وياخد اللون الابيض. ده بيخليها تبقى هشه كده وطريه. هضيف عليها كوبايه لبن دافي وهخفق كده مع بعض كويس قوي. نص كوبايه زيت، اي زيت موجود عندي، المهم ما يبقاش ليه ريحه عشان ما يغيرش طعم الكب كيك. معايا كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات، هضيف عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر. هكون نخله الدقيق كويس قوي وهقلبهم مع بعض كده، وهنزل واحده واحده كده بالتدريج، وهقلب في اتجاه واحد. عملت كيكات وعملت بسبوسة وجلاش وحاجات حلوة وحادقة. انزلوا صندوق الوصف هتلاقوهم، شوفوهم وقولي رأيكم في الكومنتات. هقلب بقى مع بعض كويس قوي لحد ما القوام يبقى بالشكل ده. هجيب قوالب الكب كيك اكون دهنها من تحت كده بالزيت، وهصب الخليط فيها بكبشة عندي او بالخلاط. هسيب سنتي من فوق كده عشان لسه هترتفع معايا، وهدخلها على فرن متسخن على درجة حرارة 180. هحطها على الشبكة اللي في النص يدوب 10 دقايق، وهيطلع معايا بالشكل ده. بصوا هش معايا وعامل ازاي. هنعمل الكريم شانتيه. معايا كوبايه كبيره من الكريم شانتيه خام غير محلى. هضيف عليه معلقتين كبار من كريمه الباستري. دي بديله للنشا بس ده على البارد، بتدي طعم حلو قوي للكريم شانتيه وفي نفس الوقت بتقل القوام بتاعه. هضيف عليها كوبايه ميه متلجه فيها تلج او لبن متلج، نص كوبايه سكر بودره. هضيف كمان نص كوبايه ميه متلجه بيبقى فيها تلج كده، وهضربهم بقى مع بعض كويس قوي. ممكن استعمل الخلاط او المضرب الكهربائي لحد ما القوام بتاعي يبقى بالشكل ده. القوام بتاعها تقيل والطعم بقى حكاية. بصوا متماسك ازاي. هجيب كيس حلواني واقصه بالمقص وهحط فيه البلبله بالشكل ده. وهحط الكيس في كوبايه عشان اعرف اصب فيه الكريم شانتيه. هزين بقى هعمل التارتور بتاع بابا نويل. هجيب الفراولايه، اشيل الحته الخضراء اللي من تحت دي واحط الفراولايه كده بالشكل ده، وازينها بقى من فوق. بيدينا بصوا الشكل ده بيبقى جميل قوي، هيعجب الاطفال قوي. ممكن نعمله في اعياد الميلاد، ممكن نديه لاطفالنا في المدرسه في اللانش بوكس، ممكن نقدمه لضيوفنا. هزين بشكل تاني. لو عندي اي شوكولاتات، شوكولاته شيبس، شوكولاته فرماسيل، اي شوكولاتات موجوده عندي.
هزين كده بالشكل ده. يعني كوبايتين الدقيق اعملوا لنا 18 قطعة. حاجة بقى كده تحفة، هشة وطعم جميل، وطعم الكريمة تحفة. هعمل كمان اشكال تانية. هعمل شكل بابا نويل، هقطع حتة من الفراولة وهحط العينين شوكولاتة شيبس، اتنين كده شوكولاتة شيبس، وهقطع حتة صغيرة كده اعملها البق. بصوا بقى القمر ده، بصوا الشكل عامل ازاي، حاجة كده تحفة. اولادك بقى لما يشوفوا الكلام ده هيتجننوا عليها، حتى لو مش بيحبوها لما يلاقوا الشكل ده هيحبوها قوي. حاجات مغذية ونضيفة وعاملينها في البيت. اعملي في البيت الحاجات الحلوة دي وفرحي ولادك. ممكن ازين بصوص فراولة، وارش شوية شوكولاتة كده ملونة على الوش. وهزين بصوص شوكولاتة. وهرش على الوش كده شوكولاتة فورماسيل، شوكولاتة شيبس، اي شوكولاتات عندي. بصوا الشكل جميل ازاي، حاجة كده قمر. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.